السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنهم. اللهم أنت الحي القيوم العلي العظيم الخالق الرازق المحيي المميت، لك الجلال ولك الفضل ولك الحمد ولك المن ولك الجود والكرم ولك الأمر ولك المجد ولك الشكر وحدك لا شريك لك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وصل وسلم على علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم الهادي المهدي. انصرهم بنصرك وصل عليهم في أرضك وسمائك، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. من المعلوم أن المناسبة الأبرز في شهر شعبان المعظم هي الولادة المباركة لمولانا وإمامنا الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والتي تصادف يوم 15 من هذا الشهر المبارك. ومن هنا أحاول أن أستبق هذا التاريخ وأتحدث في هذه الجمعة عن مسألة مهمة وذات حساسية خاصة في تحديد مسؤوليتنا تجاه الاعتقاد بصاحب العصر والزمان، بل تجاه الاعتقاد بالعقيدة المهدوية بشكل عام، وذلك ضمن عدة نقاط. طبعا إن شاء الله المأمول الخطيب وإمام الجمعة القادمة أيضا سوف يتناول الموضوع من جوانب أخرى إن شاء الله ووفقه الله. النقطة الأولى لابد، وهذه مسألة يا إخوان جدا مهمة أرجو الاتفاق. النقطة الأولى لابد أن نعلم أن ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وإقامته لدولة العدل الإلهي الكامل هي غاية جميع الرسالات السماوية، وهدف إلهي لجميع مضامين الوحي الإلهي منذ خلق الله البشرية إلى زمان اليوم الموعود. وسوف يتجسد جميع ذلك في ظهوره المبارك سلام الله عليه. ومن المؤكد أيضا أن الظهور المبارك هو ثمرة جميع جهود الأنبياء والمرسلين والأئمة المعصومين والأولياء الصالحين، وثمرة كل التضحيات والحوادث الكبرى والمنعطفات التاريخية التي مرت بها الإنسانية في مسيرتها الطويلة. وبالتالي فإن العقيدة المهدوية تكتسب هذه الدرجة العليا من الحساسية والخطورة والأهمية. هذا مضافاً
إلى أن ظهوره عليه السلام يمثل ظهور الدين الحق ولو كره المشركون، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن المؤكد أن هذا الظهور الكامل للدين الحق إنما يتحقق في زمان الظهور المبارك للإمام المهدي سلام الله عليه. وكذلك فإن ظهوره عليه السلام في آخر الزمان يمثل تمامية النور الإلهي في هذا العالم، كما قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. متى يحصل هذا التمام للنور الإلهي؟ طبعاً بظهور الحجة خليفة الله في أرضه وحجته على عباده، كما قال في آية أخرى: وأشرقت الأرض بنور ربها. فاليوم الموعود هو اليوم الذي تنتظره البشرية بجميع أجيالها، وعمل من أجله جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة والأولياء والأحرار والمؤمنين على طول التاريخ الإنساني الممتد لملايين السنين أو مليارات السنين، والله العالم. النقطة الثانية: من المؤكد والثابت تاريخياً وعقائدياً أن الإمام سلام الله عليه سوف يكون مستقره في العراق وفي الكوفة تحديداً، أي أن الكوفة ستكون عاصمته التي يقود منها البشرية جمعاء ويحكم فيها دولة العدل الإلهي الكامل، وأن الله سبحانه وتعالى اختار بحكمته البالغة هذه الأرض وهذه البلاد لتحمل تلك المسؤولية الإلهية الكبرى. وإن كانت جميع الشعوب والأمم تتحمل جزءاً من هذه المسؤولية، لكن تبقى المسؤولية الأكبر والأعظم مختصة بهذه البقعة من الأرض. وهذا ينتج أمراً مهماً آخر، وهذا هو الذي أريد أركز عليه حقيقة في هذه الخطبة، وهو أن المؤمنين الذين يعيشون في العراق سوف تلقى على عاتقهم مسؤولية عظيمة في حمل هذه العقيدة الإلهية والقيام بواجبها الذي ينسجم مع عمق وجوهر العقيدة المهدوية الذي ذكرناه في النقطة السابقة. وهم أي أهل العراق يتحملون أيضاً مسؤولية التمهيد للظهور المبارك وصناعة الجيل المخلص الذي يتحلى بالصفات الإيمانية والأخلاقية والإنسانية اللازمة لنصرة الإمام عليه السلام وإقامة أركان دولته المباركة. النقطة الثالثة، وهي النتيجة التي نريد أن نصل إليها استناداً إلى النقطتين السابقتين، ولها علاقة مباشرة بنا نحن أهل العراق وسلوكنا تجاه العقيدة بالإمام المهدي عليه السلام. إخواني الأعزاء، لا بد أن يكون الحديث والاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام على أعلى درجات العمق والدقة والحساسية، وأن نرسخ هذه العقيدة الإلهية بما لها من العمق الغيبي والعقائدي والأهمية العظمى في عموم المعرفة الدينية. ومن المؤسف أننا نرى في السنين الأخيرة هذا المنحى المتدني في التعامل مع العقيدة المهدوية والحديث عنها من قبل كل من هب ودب من خلال مضامين ساذجة متدنية، ومن قبل أناس لا يفقهون حتى ألفاظها فضلاً عن مضامينها. هناك جماعات وأشخاص وجروبات
يجل هذا المنبر المبارك أن نتحدث عنهم بالتفصيل. يتحدثون عن عقيدة الإمام المهدي سلام الله عليه بهذا المستوى المتدني. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن المهدي عليه السلام، التفتوا أيها الأخوة رجاء، فيقول الإمام الصادق: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هل تعرف من هو الإمام الصادق؟ إمام المذهب الحق. كل عقائد آل محمد وفقه آل محمد وأخلاق آل محمد حملها الإمام الصادق عليه السلام، بحيث سمي المذهب باسمه المبارك. ألسنا ننتمي إلى المذهب الجعفري؟ لم يسمى المذهب باسم إمام آخر، وإنما سمي المذهب باسم الإمام الصادق عليه السلام لعلو مقامه وترسيخه أسس ومبادئ المذهب. هذا مقام الإمام الصادق عليه السلام. ماذا يقول مع هذا المقام العظيم الإمام الصادق بعظمته؟ يقول: أنا خادم، بهذا اللفظ، ما يقول أنا معين للإمام المهدي أو أنا معاون أو أنا مساعد، لا، يقول: لخدمته، أنا خادم للإمام المهدي كل أيام حياتي. الإمام المعصوم شلون يتكلم إذا اجى طار الإمام المهدي والعقيدة المهدوية؟ يتكلم بهذا اللسان من الأدب الإلهي الراقي. ومع ذلك يأتي فلان أو علان يتحدث وينسب إلى هذه العقيدة الحقة بعض السخافات والخرافات والأفكار الضالة مع شديد الأسف. فنصرة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، واستنكارا لكل الأفكار المنحرفة التي تنسب نفسها زورا وبهتانا لهذه العقيدة الإلهية، الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. شكرا. محبة النداء الشعبانية المباركة، الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. اكثر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا يوم مبارك ممنون، والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم. فأسألك بجودك وكرمك أن تصلي على محمد وآله. وأسألك اللهم ربنا بأن لك الملك ولك الحمد، لا إله إلا أنت الحليم الكريم الحنان المنان ذو الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض. مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير أو عافية أو بركة أو هدى أو عمل بطاعتك، أسألك اللهم بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفوتك وخيرتك من خلقك، وعلى آل محمد الأبرار الطاهرين الأخيار، صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت، وأن تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين يا رب العالمين. في هذه الخطبة الثانية وحسب توجيه الإشراف المركزي لصلاة الجمعة أقرأ عليكم ما كتبه سماحة السيد القائد عزه الله في توجيهاته الأخيرة للشباب المسلم في العراق وخارج العراق،
وهي توجيهات قيمة تستحق أن نلتفت إليها ونستمع إليها في هذا الوقت المبارك. أقرأ نص ما كتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أطفالنا الأحبة وشبابنا الأعزة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. لن أخاطبكم باسم الدين هذه المرة، ولن أطلب منكم أن تطبقوا الشرع وتتفقهوا في دينكم في هذه المرحلة، إلا أنني سأخاطبكم من منطلق المحبة والأخوة التي لا أريد بها إلا مصلحتكم الثقافية والعلمية والاجتماعية والتربوية والأخلاقية، ليس إلا. فإنه ليحزنني ويعز علي كثيراً أن أرى الأطفال بكافة أعمارهم، وكذا شبابنا الحبيب بكافة أعمارهم، مطأطئي الرأس على جوالهم، منغمسين بلعب البوبجي بين قوسين. ولن أقول لكم إنها لعبة عنف وما شاكل ذلك مما قيل لكم من قبل المرشدين والخطباء. نعم، جل شبابنا مطأطئي الرأس أثناء طعامه وشرابه وعمله، وأثناء سياقته للسيارة، وقبل نومه وبعد استيقاظه مباشرة، وفي الطرقات والشوارع والمتنزهات والمحال وغيرها من الأماكن، لا يرفع رأسه لأجل نداء أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته أو زميله أو زميلته، أو لصرخات المحتاج الفقير أو الغريق والحريق، ولا لنداء رب عمله ومسؤوله، فضلاً عن نداء المراجعين أو غير ذلك. بل قد يرفع رأسه في حالة واحدة مؤكدة، ما هي؟ وهي بين قوسين الكلاسيكو على وجه الخصوص، حتى بعد أفوله أو لإحدى مباريات كرة القدم من هنا وهناك. فهم الشباب أيضاً والأطفال بين قوسين البوبجي وساحات قتاله المفتوحة عبر الأونلاين، وما بين البث المباشر بين قوسين البي ان سبورت ومبارياتها. أحبتي، لن أقول لكم ذلك حرام، ولن أقول لكم إنه مكروه أو قد نهى عنه القرآن أو نهت عنه السنة النبوية، فالكثير منكم لا يأبه لذلك، بل قد يزداد تعلقاً بالبوبجي ومشاهدة كرة القدم. بل أقول ضعوا تلك اللعبتين في الميزان، ميزان كفته الأولى اللعبتين أو أحدهما، وفي الكفة الثانية اجعلوا رزقكم أو وظيفتكم أو ثقافتكم أو علاقتكم الاجتماعية التي اضمحلت بسبب الآيفون ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب، وكذا بين قوسين البي ان سبورت. أو ضعوا في الكفة الثانية وطنكم، حتى وإن تناسيتم دينكم، فتمسككم بمثل هذه الألعاب إن لم يك ضياعاً لأرقى وأحسن فترات حياتكم، فهي مضيعة وفساد أمام وطنكم. فوطنكم بحاجة إلى عقولكم وطاقاتكم وثقافتكم وحسن علاقاتكم وعلومكم، فذلك خير لكم. فماذا ستنفع إن فازت برشلونة أو يوفنتوس أو بايرن ميونخ بين قوسين، هذه أسماء أندية كرة قدم، أو غيرها من الفرق التي صار جل همها الربح وكسب المال وجياع دول العالم الثالث تئن؟ أو ماذا ستنتفع إذا قتلت فرداً أو فردين في لعبة البوبجي
أو ماذا تنتفع إن ناديت بين قوسين أكو عرب بالطيارة؟ أم ماذا ستنتفع إن هبطت ببوشنكي أم غيرها من المناطق؟ فلا هي لعبة ذكاء ولا هي لعبة عسكرية تعطيك القواعد الحقيقية لذلك، ولا هي لعبة ترابط ومحبة. أحبتي، إنكم قد خرجتم من عالمكم لتدخلوا بالعوالم الافتراضية التي ما زالت بعيدة عن الحقيقة، وهذا ينتج منه نقص الخبرات الاجتماعية والتدني الفكري، وبالتالي سوف لن تستطيع خوض الحياة وغمارها إلا بمشقة كبيرة. نعم، ستقول اختلف زماننا، هذا صحيح، وكما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لا تؤدبوا أولادكم بأخلاقكم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، ولذلك لم أخاطبكم بالقواعد التي تربى عليها جيلنا، بل إني أحاول أن أخاطبكم بقواعد زمانكم. ولعل أهم قاعدة يتبناها جيل الطفولة والشباب هي أن الأفضل هو من كان أفضل في عالم الحاسوب والجوال والعوالم الإلكترونية والافتراضية. لا مانع، لكن لا أن تلعبوا فحسب وتذهب الأموال لغيركم ولن تستفيدوا منها غير التحسر على خسارتكم باللعبة أو خسارة فريقكم المفضل. نعم، ما أجمل أن نراكم تتطورون وتتكاملون في عوالم الحاسوب فتكونوا علماء في تصنيعه وتطويره، أو حتى في البرمجة، ولو كانت برمجة الألعاب أو البرامج المقبولة الأخرى. ستقولون يصنعون لنا وما علينا إلا أن نستخدم. أليس في ذلك ذلة لنا وتصاغر؟ فمتى سنكون نحن الأكمل والأعلم في مثل تلك العلوم؟ فهل ترضون أن تكونوا مقلدين لهم، وفي نفس الوقت إن قيل لكم قلدوا عالماً قلتم ليس لنا بالتقليد شيء؟ يا أيها الجيل الصاعد، إياكم أن تسيروا بمثل هذا الطريق، فهو منحدر منمق لا ترون سوءه إلا بعد حين، ولا يحين ذلك الحين إلا وقد أغلقت طرق النجاة والتراجع والتكامل. أيها الجيل الصاعد، لا تستصغروا من أنفسكم، فأنتم الجرم الصغير الذي انطوى فيه العالم الأكبر إنجاز التعبير، فلستم أقل من كوكب اليابان بين قوسين، فتجملوا بالأخلاق وتحلوا بالصبر والمثابرة، ولتزرعوا في أنفسكم الثقة بأنفسكم، فلا أنا ولا غيري من يوثقكم، ولا تنبطحوا أمام المصاعب، بل تكاملوا علمياً وثقافياً، وسيكون وطنكم كوكب العراق مستقبلاً. فليست الحكومات الفاسدة بل والصالحة من يبني الوطن، بل أنتم من يبني الوطن بعقولكم وأخلاقكم وعلمكم وتفتحكم وتمسككم بحب الوطن، وهذا أملنا بكم. فجيلنا الصاعد ومع شديد الأسف إما أن تحصده المفخخات أو يواجه الإرهاب فيستشهد أو يموت صريع البوبجي والمباريات، وكل له مصيره، والمتضرر الوحيد هو الوطن. فمن تخلف إلى جهل، وهكذا شبابنا أملنا، أطفالنا أملنا، صديقكم مقتدى الصدر. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم.